السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في مطبخ فاطمة حبيب. قبل ما نبدأ الكلام نصلي على الحبيب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة إن شاء الله هنعمل حاجة بقى، يعني اسمها كفتة الخطافين. مش عايزة أقول الحرامية، الخطافين اللي كنا زمان، اللي هو من جيلي وبعد جيلي. كان لما ماما كده كانت تعملها، كنا نقعد ناخدها من بعض، نخطفها من بعض، نسرقها من بعض كده، وهي بتحمر احنا نقعد نسرقها من بعض، نخطفها من بعض. متهيألي كلنا اللي من جيلي عارف الكلام ده، كلنا عملنا الكلام ده. النهارده هنعمل كفتة الرز الجملي. وعايزه اقول كده مقتطفات عن الجمل ولحم الجمل. بجد لحم الجمل مفيد جدا، انا بحاول اجيب لكم حاجات مفيده. هنقول حاجات بسيطه كده، معلومات بسيطه عن الجمل. وقبل ما هنقول ان هو ذكر في القران، ربنا سبحانه وتعالى ذكره في القران، واحنا متفقين اي حاجه ذكرت في القران سبحان الله ان هي مفيده. ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ يعني يعني أفلا تنظرون إلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، وإلى الإبل كيف خلقت. ربنا ذكر الجمل في اللي هو الإبل، اللي هو الجمل في القرآن. فيعني حاجة جميلة أوي، كل حاجة في الجمل مفيدة. ده حتى الفرز بتاعه اللي هو بوله برازه بيعالج حاجات كتيرة، وبروز بتاعه ما فيهوش أي رائحة وحشة، وكانوا بيتعصر كده وبيتشرب. يعني الجمل ده سبحان الله. انا مش عايزه ادخل في مواضيع كتيره علشان ما اطولش الفيديو. يلا بقى تعالوا هنفرم الحاجات اللي معانا رز. انا بقى مش طحنه الرز. انا الرز مش طحناه، الرز دوت نقحته 4 ساعات. عايزه اقول لكم شايفين اهو، اهو بصوا هيطحن من غير لا رز مطحون ولا حاجات من دي خالص، وهتشوفوا معايا. ومعايا بصلة، يعني على نص كيلو بصلاية، وراس توم، وفلفل أسمر، كمون، جنزبيل أو ده اللي بيتحط على الكفتة الأساسي. فلفل أسمر وكمون. واللحمة طبعا جايبة نص كيلو لحمة، عليه نص كيلو رز، وكوباية خضرة، شبت وبقدونس وكزبرة. تعالوا بقى بينا على نطحن الحاجات دي. دلوقتي أنا جبت الكبة. هعمل ايه بقى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا طبعا مش عايزه ازعجكم، بس هحط رز. احط الخضره عشان الخضره فيها سوائل. احط خضره وشويه بشويه، ومعاها بصل، وبرده توم، واحط رز. بسم الله الرحمن الرحيم. هوريكم ازاي هتطحن وهقفل الكبه. بسم الله الرحمن الرحيم. معلش الازعاج، انا بس عشان هوريكم هي هتطحن اخلص بقى الكميه بتاعت الرز والخضره ونيجي على اللحم. دلوقتي خلاص انا انا فرمت الرز والخضره والبصل عايزه اوريكم بس. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين؟ شايفين اهي؟ شايفين نعمت ازاي؟ هعمل هحط اللحمه بقى. اللحمه احطها برده كده وافرم حته حته كده وافرم. ممكن انقص كمان عشان الكبه ما يجرالهاش حاجه. انا هشوف لو الكبه يعني مش ماشيه، ما بحاولش اتقل عليها عشان ما تبص. وافرم واجي لكم. عايزه اقول لكم برده دي اخر مرحله، اخر مرحله خالص. انا كده خلصت اخر خلاص، دي كده اخر مرحله. اعمل ايه بقى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هعمل انا خلاص كده فرمتهم كل الحاجات. هقلب بقى، هقلبها خلاص كده. هقلب الكفته كلها عشان تبقى كلها واخده من بعضها. شايفين نعوميتها اهي، اهي جميله ازاي اهي. هنبتدي بقى
هنروح على المرحله التانيه. شايفين جمالها اهو، ما فيهاش حاجه خالص. وبعدين هنيجي بقى على المرحله ايه، انا هقلبها ونيجي بقى على التصبيع. كمان عشان نسيت حاجه بس كده، يعني انا حطيت معلقه ميه بس، يعني علشان ايه لو لقيتيها مش ماشيه معاكي في الكبه، عشان الكبه ما تبص، معلقه ميه وبعد كده تحطيها في التلاجة تتشمع وبعدين تصبعيه. احنا بقى نيجي على مرحله ايه، هنصبع على طول بقى. دلوقتي بقى هنبتدي ايه نصبع. هنعمل ايه، دول شويه زيت. هدهن بس صباعي كده ايديا يعني، وهمسك كوره صغيره كده، واقوم ايه اهي كده. عايزه تكوري الكل وتعملي مره واحده براحتك اهو. خلي الصباع ايه اهو. طبعا انا بعمل بسرعه، بس انا ايه طبعا اهو الصباع ده حلو كده. انا بحب الصباع صغير جدا، ما بحبوش كبير بصراحه، يبقى شكله حلو كده وما تخافوش مشكش اهو. انا هعمله صغير، صغير احلى اهو، حدود ده كده اهو. هو مره واحده بس بتدهني ايدك زيت وبتروحي ايه اهو تعملي كده على طول، تفضلي تكوري كده على طول اهو. ما تخافيش حتى لو على بعضيها ما تلاقيش خالص، لان ايديا متعصه زيت فايه فهتعوزي هكمل بقى الكميه كلها. يعني ايه كل ما تلاقي ايدك نشفت كده تروحي جايبه ايه صباعه كده اهي. هو الصباع ايه كل واحد متهيألي صباعه بيطلع على قد صباع ايده، يعني هو يعني سبحان الله اهو. صباع كده حلو قوي اهو. عايزه تكبري براحتك، يعني ايه انت في ايدك تكبري في ايدك تصغري اهو، يعني على طول هي اصلا ما بتاخدش حاجه اهو. بس كده هكمل بقى كله وايه، وهنيجي بقى على القلي نحمر على التحمير. دلوقتي خلصنا الكميه كلها. يعني اهو خلصت الكفته كلها. هنيجي بقى على ايه على التحمير. هنيجي على التحمير. دلوقتي حطينا الطاسه على النار وهنشوف الزيت سخن ولا لا. هنجرب كده، بسم الله الرحمن الرحيم. لازم الزيت يسخن كويس قوي. لا لسه الزيت لسه ما سخنش، بس ممكن عادي هو سخن اهو الحمد لله اهو ابتدى ايه يعمل فقاعات كده. بصوا بقى انا هحط ايه، مش واحده 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 ايه. ليه بقى، انا هقول لكم ليه اهو. شايفين مش هحط واحده واحده، كله هيتحط في الزيت. ليه؟ لاني انا كنت دهنه ايديا زيت. واقول لكم حاجه كمان بعمل ايه اهو، ما تقلقوش خالص مش هتعجن ولا اي حاجه اهو. تهز الصينيه بعد كده الطاسه وايه خلاص، هي مجرد انها اتحطت كده بس. مش هقلب دلوقتي، مش هقلب دلوقتي خالص، شايفين ولا اي حاجه. يعني هقعد احط واحده واحده، لا لا، انا حطيت كل اللي في الصينيه. ليه بقى؟ علشان انا بعد ما عملتها، بعد ما جبت كده، انا لسه انا ما عملتش دي. اقول لكم انا عملت ايه بعد ما عملتها. طبعا انا ايدي كانت مدهونه زيت، ومن غير ما اعمل الحركه دي اهو هعمل ايه. بجيب شويه زيت في ايديا كده، شويه زيت صغيرين، وبعمل ايه، بروح حاطه كده على الكفته شويه زيت، يعني يا دوبك كده ايه الكفته بتدهن بس، وبدلقها كلها زي ما انتوا شفتوا كده في قلب الطاسه. يعني انا بدل ما اعمل كذا طاسه و... وافضل اعمل بقى لا طب وعلى ايه، طب انا هقلبها كلها هتتحمر ومفيش ولا واحده هتتهري. ما تقلقوش خالص من الحركه دي، مجرد بس ان هي اهي خلاص. شايفين اهو، شايفين اهي الكفته اهي، ولا واحده ولا واحده ايه هتتهري، يعني عن تجارب يعني والله الحمد لله. ونيه ونسمي بالله ونقول في اي حاجه لازم نسمي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. هخليها بقى تتحمر عشان ما اطولش عليكم الفيديو وارجع لكم. دلوقتي خلصت الكفته شايفينها، ولا واحده اتعوجت فيها ولا اي حاجه. شايفين، وانا عايزه اللون ده، شايفين اللون ده اهو، هو اللون ده انا عايزاه. لان انا دي بقى اللي احنا ايه بنخطفها من بعضينا. شايفين ولا واحده اتعوجت ولا واحده حاجه اي حاجه. خلاص انا اشيل بقى ده، هبتدي ان انا اشيله وايه واكمل بقى الكميه كلها. هحط الباقي بقى، احط دول بقى، يعني انا هشيل دول كده واحط ايه، احط دول. شايفين الكفته زي ما هي ازاي، شايفين ولا في حاجه ايه اتعوجت ولا اي حاجه
او زي ما انتوا شايفينها كده. شايفين؟ خلاص انا بقى هكمل ايه كل الكميه، وبعدين بقى نيجي بقى ايه على نعمل الصلصه بقى. دلوقتي حطينا حله على البوتاجاز، بسم الله الرحمن الرحيم، ونحط فيها ايه معلقه زيت وسمنه، ممكن سمنه بس، اي ماده دهنيه تحبيها حطيها اهو. هنحط بقى البصلايه، نحط البصلايه، بسم الله الرحمن الرحيم. انا مش عايزه البصله تحمر، يدوب بس تدبل كده، هي الحله كانت سخنه فهتدبل بسرعه. هحط ايه توم وربع قرن فلفل، هي انا عايزاها كده ايه بس يدوبك هتدبل والروايح بتاعتها تطلع كده. بس هنحط ايه بقى الجزر، نحط الجزر، بس خلاص كده. نحط التوابل 7 بهارات، فلفل اسمر وايه وكمون. الله على الروايح، الله مع الثوم مع الله على الروايح. خلاص كده يا سلام. هنحط بقى ايه الطماطم دي طبعا انا بصلصلها ازاي؟ يعني انا بديها غلوه واحده وهي سليمه، تغسلها كويس وبعدين بديها غلوه واحده وبعدين برفعها على النار، تاخد غلوه واحده واقوم ضربها في الخلاط بس كده. خلاص انا بقى هعمل ايه؟ احط ميه. خلاص هعمل ايه؟ احط ميه واسيبها ايه تغلي. ممكن تحطيها تغلي تسرع معاكي. وهغطي بقى قبل ما الميه تغلي وهسقط هسقط. هحط بقى انا عامله بطاطسايه كده هحطها مع يعني عايزه تحطي بطاطس تحطي، مش عايزه مفيش مشكله. انا بحبها كده الكفته بالبطاطس، اولا بترمي معاكي يعني بتكتر، وفي نفس الوقت بتدي طعم جميل قوي وايه وبتنشي كده في الكفته. دلوقتي خلاص هنشوف بقى غليت. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي. هنحط الكفته، بسم الله الرحمن الرحيم، وهنحط البطاطس ماشي، وهنقلب. خلاص وخلي بالكم الملح ايه، عمليه الملح بيأخر. انا دلوقتي احط ذره سكر، يعني حاجه لا تذكر علشان الطماطم. واول ما تاخد غلوه احط الملح. خلاص اول ما تاخد غلوه احط الملح واجي لكم بقى على الشكل النهائي ان شاء الله. نغطي بقى واجي لكم على الشكل النهائي. ده الشكل النهائي للكفته. مش عارفه اقول لكم بجد جميله. انا عامله جنبيها رز، عايزه تعملوا جنبيها رز بشعريه، رز ابيض، رز حبه بحبه، زي ما انتوا عايزين، وعامله سلطه وعامله طماطم مخلل زي ما انتوا عايزين. شايفين الكفته قد ايه جميله؟ يعني مش عارفه اقول لكم، بصوا اهي يعني مستويه وحلوه ازاي. شايفين اهي جمال ايه، شايفين مستويه وحلوه ازاي. وادي البطاطس اهي جميله بحالها مش مهريه، وهي مستويه خالص اهيت برضو. شايفين جمالها؟ شايفين قد ايه حلوه قوي قوي. اتبعوا الخطوات جميله جدا وبالهنا والشفا. وطبعا انا حطيت جنزبيل بس انا نسيت اقول لكم مع البهارات. عايزه تحطي توابل 7، عايزه تحطي توابل لحمه، مفيش اي يعني دي بديل دي، او عايزه تحطي الاتنين مع بعض، التوابل اللي تريحك. بس اهم حاجه اساسي الفلفل الاسمر، الفلفل الاسمر ده اساسي في الكفته. وطبعا هقول لكم بقى بالهنا والشفا. وان عجبكم الفيديو لايك وشير واشتراك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.